يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلب ومبسان، قبل ما يبدا الفيديو اللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديو جديد انا بعمله، وتحطوا لي اللايك وكمان تكتبوا لي كومنت حلو. النهارده بقى يا اخواتي صحيت، لقيت حماية جايب لي شويه حاجات. طبعا يا جماعه رمضان طبعا بيجي والخير كله معاه. كل سنه وكل الناس طيبين يا رب، وينعاد علينا ايام بخير اللهم امين. جاب لي بقى قلقاس وخضرة القلقاس وفول وبرتقال وموز وجزر. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا كنت لسه يعني عامله قلقاس معاكم وعيناه برضو في الفريزر. والقلقاس ده برضو قلت اكيد اني اعمله واعين منه على قد اكلتين تلاتة كده هنا برضو في الفريزر. انا طبعا ما بحبش الحاجه في الفريزر قوي، بس والله هي بتنفع، يعني الحاجات دي بتنفع جدا وبتطلعي كده في اي وقت وتطبخي يعني على طول. فبتنجز معاكي وقت و... يعني بتنفع بجد. الحاجة في البيت يا جماعة احسن من اي حاجة، يعني البيت لما يكون عمران بالخير وكده بيبقى حلو قوي. ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلها عمرانة بالخير اللهم امين. هنا بقى طبعا اول حاجة عملتها، جيت بقى خدت الخضرة دي عشان طبعا الخضرة لو قعدت فترة طويلة هتبوظ طبعا وهتدبل وهتصفر. فقلت اول حاجه اعملها اقطع كده الخضره ويعني ايه اسيبها تحت ميه، احطها يعني تتنقع في ميه شويه علشان اعملها على طول اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه انا بقيت بنسى قوي ومش عارفه ليه بجد. هل الحمل فعلا بينسي ولا ايه؟ مش عارفه. المهم يا جماعه ان انا قلت هعملها بتومه وكده، هعملها يبقى خضره القلقاس وعينها في الفريزر. انا بحبها جدا في الفريزر وبتسهل عليا كمان بصراحه. هنا برضو جيت قلت اقشر القلقاس واعينه. جماعة انا عايزة اقول لكم ان في ناس كتير قوي قوي ما بيحبوش القلقاس خالص، مع انه هو اكلة جميلة جدا. اكلة كده ممتعة بجد. انا من الناس اللي بتعشق القلقاس، بحبه قوي. عفوا يا اخواتي. وهو تقطيعه يا جماعة كمان صعب، يعني تقطيعه صعب قوي، بيبقى ناشف جدا. لازم تكوني بتقطعي على حاجة زي ما بقطع كده. بس هو بجد يعني ايه من التقشير الحاجات الرخمة اللي بتزهق في التقشير. المهم بقى اني قشرت الاتنين اللي هو كان جايبهم لي. هما يا جماعة طلعوا معايا كمية ما شاء الله، يعني ما شاء الله كويسة. والقلقاس كمان عايزة اقول لكم ان القلقاس كمان من الحاجات اللي لازم تتغسل كويس قوي يعني. يعني انا غسلته كويس قوي، فضلت اغسل فيه شوية كده بالمية السخنة عشان ينزل كل المزلقه اللي بتبقى فيه. القلقاس بيبقى مزلق جدا. وسبته من الصبح، يعني من ما كنت انا بقى عاملاه دلوقتي لغايه بعد السحور مثلا، وعشان اعبيه واعينه في الفريزر. هنا بقى ده طبعا الفول اللي كان جايبه، طبعا احنا كلنا نصه. يعني الفول ده بيبقى برضه طعمه حلو قوي. وسبته برضه في ميه يتنقع. جيت هنا بقى بصوا يا جماعه، ده ضرفة الخزين عندي. عايزة اقول لكم ان هي كانت مبهدلة بهدلة غير طبيعية. واكياس مكرونة مفتوحة وفي منها مكبوب والشعرية مكبوبة. ودي اللي كان مكبوب ده بهارات، برضو البهارات طبعا بجيبها واكسل عنها بصراحة، واقوم حطاهم على طول في درج الخزين ده في ضرفة الخزين. فهو عندي يعني بجد ما يتشافش وشكله مش احسن حاجة. المهم بقى ان انا برضو كنت كسلانه عنه، كان في حاجات انا كنت جايباها وكنت كسلانه ان انا ارصها يعني. جماعه انا مش عارفه انا ليه بكسل بجد يعني. في حاجات اول ما بتيجي بحب قوي ان انا اعملها ووقتي في حاجات يستحيل. انتوا عارفين اللي هو ايه، هعملها النهارده بكره بعده، ودرج الخزين دي حاجه منهم. المهم بقى ان انا هنا جيت مسحته كويس جدا الضرفتين اللي فوق واللي تحت، وقلت هسيب اللي فوق للحاجات اللي هي ايه يعني مش مفتوحه. المكرونات بقى وازايز زيت مش مفتوحه وكده. واسيب اللي تحت لاستعمال ايدي، علشان اللي فوق ده بصراحه بعيد عن ايدي شويه ولازم اقف على كرسي علشان اطوله يعني. فانا ايه قلت احط فيه الحاجات اللي انا ايه مش هستخدمها دلوقتي بصراحه. فحطيت بقى كل المكرونات دي والزيت برضو اللي مش مفتوح واللي مفتوح واللي بستخدمه يعني هحطه تحت. عشان يبقى قريب على ايدي زي ما قلت لكم. ابصوا يا جماعه بقى هنا جيت ايه اي كيس آه،
اللهم صل على سيدنا محمد. مفتوح يعني، وفي شويات عندهم هنا. جماعة في العلب اللي هي بتبقى مش عارفة بتاع ايكيا باين ولا ايه، بيبقوا كتير كده مع بعض، بيبقوا 22 باين، انا مش عارفة بجد هم ايه، بس انا شفتهم يعني في كذا كذا صفحة على النت يعني. فهي بيبقوا حلوين قوي للمكرونات، للعدس، لللوبيا، لأي حاجة. انا نفسي اجيبهم جدا بجد والله، نفسي اجيبهم قوي، بس مش عارفه هم برضو عمليين ولا لا يعني، مش عارفه. المهم بقى العلب اللي محطوطه دي كانت بتاع اللبن بتاع بيسان، فانا بعيد تدويرهم يا جماعه. المهم بقى ان كان في شويه زيت كمان، كانوا خلاص اخر حبه في الازازه، شويه زيت حار برضو اخر حبه في الازازه. اي حاجه مفتوحه وفي اكياس انا عندها هنا بصراحه، عشان تبقى قريبه من ايدي زي ما قلت لكم. هنا بقى ما طلعتش طبعا التوابل تاني في الرف بتاع الخزين يعني، وقلت هرصهم مكانهم. اصلا علب التوابل عندي كلها كانت فاضيه، وكلهم يعني الاكياس كلها كانت موجوده فوق يعني. انا في كتير في وقت، أو في اوقات كتير بعوز استخدم حاجات ما بلاقيهاش وببعت اجيب، وهي اصلا موجوده عندي في الرف اللي كان فوق ده، بس مش عارفه انا ليه ما برصهمش بصراحه يعني. انا عايزه اقول لكم ان انا مفكره اني ما عنديش شطه بقالي اكتر من شهر مثلا، وكل ما افتكر اجيب انسى. وهو اصلا طلع عندي كيس مليان في الرف بجد والله يعني. الحمرة دي لقيتها شطه. في حاجات اللي في الورق ده بجيبه من عند ماما، ببقى عند ماما مثلا وبالليل خالص وعايزه اتبل مثلا فراخ اول ما اجي، او يعني ايا كان يعني انا عايزه اعمل ايه، بقوم ايه شحطه من عند ماما شويات كده في الورق ده. فهي بصراحة الأمهات بتنفع في أوقات الضيقة دي، في أوقات الزنقة. وده كمون برضو. ورق اللورة ده برضو طلعته، والحبهان عايزة أقول لكم إن الكيس كان مليان. فضلت أستخدم من الكيس وما أحطش في البرطمانات خالص، لغاية ما أصلا هم ما فضلش غير الحبة دول. فهنا بقى كنت فضيت كل التوابل خلاص، وما كانش فاضل غير الورق ده، ما كانش له مكان في التوابل عندي. هي اصلا برضو بتاعه التوابل عندي مش يعني ايه، انا مش حباها خالص، وبرضو عايزه اجيب واحده جديده باذن الله، ان شاء الله باذن الله قريب هجيب ان شاء الله واحده جديده، وتكون فيها اماكن اكتر يعني. انا عندي مش كتير خالص. المهم بقى يا جماعه، هنا جينا لمشروبات محمد. محمد بيعشق مشروبات اللي هي بتتباع في العطاره، اللي هو ينسون، كركديه، آم، اي حاجات اللي هي ايه بتفتح الصدر دي، وتحسوا ان هي بتضيع البرد. لبان دكر، ورق جواف. جماعة محمد بيعشق المشروبات اللي هي بتاع العطارة دي قوي، بيحبها قوي. المهم بقى ان هي برضو كانت في كيس كده، فقلت افضيها له برضو. البرطمانات الازاز دي كانت مش عارفة والله كان فيها ايه، المهم ان هي كانت عندي يعني. فحطيتهم له برضو فيها، وحطيتهم له في مكان كده معين، ووريتهم له علشان يبقى عارفهم. هو الكيس ده كان فيه باين شوفان، عشان طبعا الجيم وكده. بس يا جماعة فقلت ايه افضهم له برضو، علشان يعني الاكياس دي بتعمل زحمة بصراحة في المكان، وانا لما بسيبها بسهى عنها خالص، وبسيبها خلاص بقى ما بروقهاش يعني. فقلت اعملها بالمرة طالما انا واقفة. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا كمان كنت مولعة على الاكل عشان الفطار طبعا. احنا كنا هناكل بصراحة يعني اكل اللي كان فاض مننا اول يوم كنت انا عاملة اكل بزيادة شوية، ففاض طبعا لتاني يوم، وقريت جنبه شوية بطاطس وخلاص. وبارك الله فيما رزق يا جماعة، والحمد لله قوي. اصلا في رمضان ما بيحبش الاكل يعني آه، كتر الاكل، لان طبعا احنا بنقعد على الفطار ما بنعرفش ناكل وكده. المهم يا جماعة بقى ان انا جيت هنا هنا بقى كنا خلاص بعد الفطار. كنا بعد الفطار خلاص. فسبت الحاجة منقوعة لغاية بعد الفطار، قرب السحور كده يعني، قرب السحور. وانا بحضر السحور قلت اعملهم بالمرة. جيت بقى غسلت الفول كويس جدا وصفيته وعينته في الكيس ده. برضو الخضرة بصوا يا جماعة انا بقيت بشيل من على الوش، لان التراب واي حاجة مش كويسة بيترسب تحت في الطبق يعني. بصوا المنظر، انا ما شلتش بقى اللي تحت في الطبق ده خالص، واصلا ما جبتش ايدي جنب اللي في الطبق تحت ده خالص. وسبتها برضو تتصفى علشان كنت هعملها على طول. كنت هعملها يا جماعة للقلقاس زي ما قلت لكم، فحطيت سمنة وحطيت برضو شوية زيت كده صغيرين. اذا عايزه اقول لكم ان الزيت هنا اتكب على ايدي، ومش عارفه وانا بقفله ايه اللي حصل، فهو المشكله ان هو اتكب على ايدي وغرقني خالص.
ويا جماعة الحمد لله طبعا ان هو مش يعني مش زيت سخن ولا حاجة. المهم بقى هنا بعد ما الخضرة اتصفت سبت نزلت على طول على الزيت والسمنة، وسبتهم بقى ايه، يعني احنا طبعا هستنى لغاية ما تحمر خالص، فسبتها بقى وقلت اعمل ايه القلقاس لغاية ما تتحمر يعني. جيت بقى يا جماعة بعد ما كنت نقع القلقاس طبعا من الصبح، غسلته برضو بمية سخنة. يا جماعة عايزة اقول لكم ان هو لغاية دلوقتي يعني هو قعد فترة طويلة جدا في المية ولسه برضو في المزلقة بتاعته دي. فهو بجد من الحاجات اللي لازم تتغسل كويس قوي 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 قوي. القلقاس صعب بجد في غسيله، ولو ما اتغسلش كويس بتحسوا انه فيه كده مزلقة مش حلوة. يا جماعة سمعت مؤخرا ان في ناس مش بيغسلوا القلقاس، يعني بيمسحوه بس كده. فمش عارفة بجد بياكلوه ازاي، بس هو يا جماعة آراء، يعني هو الأكل ده أذواق وآراء وكل واحد حر طبعا في طريقته. المهم يا جماعة بقى ان انا بعد ما غسلته كويس جدا 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 جدا، حطيته في المصفى دي علشان يتصفى من المية، وقلت اقسمه في اكياس. هما طلعوا 3 اكياس بس، ما شاء الله ما شاء الله كبار يعني حلوين، يكفوا طبعا اكلة حلوة يعني. المهم بقى ان انا كنت بقى وانا بعمل القلقاس كانت عيني مع الخضرة طبعا علشان ما يتحرقش. بعد ما الخضرة اللهم صل على سيدنا محمد، صلى على النبي يا اخواتي. بعد ما الخضرة اتحمرت نزلت عليها بحتة تومة طبعا من اللي انا مفرزاها في الفريزر. وبعدين قلت اضربها في الكبة علشان ايه تندرب كويس جدا، وعينتها برضو في الفريزر، عينتها برضو في كيس وعينتها في الفريزر. وقت ما اجي اعمل الاكله اطلع حته الخضره واقوم حطها على طول في الشوربه بس. بتبقى سهله جدا. بسام بقى عايزه اقول لكم ان هي بتحب قوي تقعد تمسك معايا الخلاط الكبه اي حاجه، بتحب كده قوي. المهم بقى يا جماعه ان انا دي الحاجات اللي انا فرستها، وعايزه اقول لكم ان انا فرست بص جزر كمان. محمد بقى كان عايز، محمد بيحب يخترع قوي، يعني هو بيحب الاختراعات وكده. فهو كان عايز يعمل مربى. انا يا جماعه الحاجه اللي ما بفهمش فيها بصراحه ما بحبش اعملها بصراحه يعني. طالما ما بعرفش اعملها خلاص ما جازفش واجرب بصراحه. المهم بقى ان هو قال لي ما عليكي انك تبشري لي البصل بس، تبشري لي الجزر، مش عارفه ليه طالبه معايا بصل. المهم بقى ان انا عملت له وكمان قطعت شويه جزر كده صغير يعني، وعينتهم برضو في اكياس في الفريزر. بس يا جماعه ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله، وتحطوا لي اللايك اللي بيشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر، وتكتبوا لي كومنت حلو. اشوف وشكم على خير في فيديو جديد. سلام.